من على البيج عندنا كده في الاوردر عجبني، قلت ان انا اصوره لكم. تعالى اما اقول لكم طلب ايه. طلب 100 جرام من البن الاندونيسي، وهنا هو ابتداها بالوش والقوام. طالما طلب 100 جرام اندونيسي فهو عايز طعمها مصري وشها وقوامها مظبوط، فحطينا ال 100 جرام بتاعنا الاندونيسي. خد 100 جرام من البن البرازيلي. ايه اللي هيظبطوا له الكريمه بتاع الخلطه وفي نفس الوقت ما بيزعلش حد. البرازيلي ده من كتر ما هو جامد وبينفع مع اي نوع. ونزلنا بال 100 جرام. عندنا العميل كان طالب ان القهوه تبقى ريحتها حلوه فحط 25 جرام من البن الحبشي. هنا راح خد لها 25 جرام من البن الجيتومالي اللي هيديله نفس التيست بتاع الكولومبي بدون اي نسبه مراره. وكده هو عمل ربع كيلو بس كان عايز يعملها تحويجه خاصه. فتعالى 10 جرام من الحبهان. هناك قال لي انا عايز 2 جوز الطيب، فنقيت 2 جوز الطيب مزيتين كده ونزلت بيهم عشان اكسرهم، ونزلت بيهم في قلب الخلطه بتاعتي. وكان بردك عايز ورد كتير شويه. بعدين قال لي زود لي في القرنفل شويه لاني بحب طعمه، فحطيت له 4 تعواك كده ولا 5. طلعوا دم الجنسنج كده يكونوا مزيتين كده ويدوني طاقه وباور عشان بروح الجيم، ونزلت بيهم في قلب الطبق بتاعي.